السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي المؤذنين والمتابعين، الليلة إن شاء الله سأعلن نتيجة الفائزين في مسابقة أحسن مؤذن، المسابقة المصرية الجزائرية، والتي تنظمها قرية الدقنوة الجديدة بمصر. طبعا بداية أنا مانيش عايز أي حد يزعل من النتيجة، لأن في 5 متأهلين، والخمسة دول جاءوا من منافسات قوية من 45 مؤذن. الخمسة كل منهم يطمح أن يكون هو الفائز الأول، فمحدش يزعل لو لقى نفسه الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس. ويعلم ربي أنني لا أدعم أحد في هذه المسابقة كمنظم، عشان أكون صريح، الوحيد اللي تمنيت أن أدعمه مركوز الطيب، هذا الشاب الذي قلت له أنت في مقام عمر ولدي، والحمد لله لما دعمته خرج هو وعمر ولدي في يوم واحد الاثنين. فقلت ما عدتش أدعم حد. الشيخ علي زين الدين الأطرش فكرت أن أدعمه، ولكن قلت لا، سيب الراجل ياكل عيش، لأن كل اللي أنا بحاول أدعمه بيخرج من المنافسة. تمام. فإن شاء الله سأعلن النتائج كما بعثتها لي لجنة التحكيم. وعلى فكرة الخمسة دول أتعبوا لجنتي التحكيم، أي والله. فأنا لما أعلن لكم النتائج هتعرفوا القدر اللي لجنة التحكيم تعبت فيه. أولا علي زين الدين الأطرش، ده طبعا المؤذن الحبيب الجزائري، كان يؤذن بمقام البيات طبقة صو. ملاحظات الأداء، طبعا الأداء لا بأس به، إلا أنه يأخذه المقام أحيانا مما يؤدي إلى نقص التحكم في الأداء، وقد اتضح ذلك في حي على الفلاح اللي هي الثانية ما هيش الأولى بشكل واضح، وفي حي على الصلاة اللي هي الأولى. طبعا أنا بنقل لكم كلام لجنة التحكيم. قالوا كان فيه بعض النشاز، طبعا فيه ملاحظات أحكام. الله أكبر. قالوا لا يجب أن نمد الهاء، وكذلك لا نمد الياء. المهم نتيجة الأحكام في الأذان أعطوه 55، لأن احنا الدرجة من 150 درجة، خلاص الدرجة النهائية من 150 عشان لا يلتبس عليكم الأمر. فكان نتيجة الأحكام الأخ علي زين الدين الأطرش 55 درجة في الأحكام، ونتيجة الصوت 55 درجة في الصوت، يبقى 110 درجات من 150. طبعا أضفنا إليه تصويت الجمهور، حصل على 15 درجة في تصويت الجمهور. إذا مجموع درجاته 55 درجة أحكام، و55 نتيجة صوته، و15 تصويت جمهور. إجمالي درجاته 125 درجة من 150. خليكم فاكرين رقم 125 علشان هيتكرر 3 مرات. بعد كده المتسابق الثاني أو المؤذن الثاني السيد لشيب حكيم. بالنسبة لملاحظات الأحكام، قالوا إلا الله، لا نطيل في الشدة عند حرف اللام. وقالوا أيضا محمد رسول الله، في الراء إدغام، فلا يجب أن نظهر التنوين، ما ينفعش نقول محمدا، لا نقول محمد الرسول، وده طبعا إدغام بغير غنة. خلاصة الأمر نتيجة الأحكام 50 ونتيجة الصوت 55، وقد حصل في تصويت الجمهور على 20 درجة. ما شاء الله الجمهور كان متحمس معه، وهو يستحق والله. فجينا نجمع الدرجات بتاعته، 50 أحكام و55 صوت، أحكام صوته و20 تصويت جمهور، يبقى مجموع درجاته 125 درجة. اتكررت 125 معانا مرة تانية.
المتسابق الثالث بلجنة محمد أمين. بلجنة يعني كان بيؤذن بمقام البيات طبقة مي. ملاحظات الأداء يعني أداء مقبول، ينقصه نوع من الحضور القوي. ملاحظات الأحكام كلمة إلا الله لا نطيل الشدة في اللام، لأن طبعا ما هيش ميم أو نون ساكنة. احنا عارفين إن الميم والنون الساكنة تغن بمقدار حركتين. عندنا حي، قالوا لا نطيل في شدة الياء في حي حتى لا تتحول إلى حرف مد. المهم نتيجة الأحكام الأخ بلجنة 40 ونتيجة الصوت 50. طبعا حصل في تصويت الجمهور على أقل نسبة من التصويت. حصل بلجنة على 5 درجات في تصويت الجمهور. يبقى هنجمع درجات الأخ بلجنة محمد أمين، هنقول 40 نتيجة أحكام و50 نتيجة صوت و5 تصويت جمهور، يبقى مجموعه كله الأخ بلجنة 95 درجة من 150 درجة. بعد كده المتسابق الرابع عبد المؤمن بن موسى، كان يؤذن بمقام الرصد طبقة مي. ملاحظات الأداء قالت لجنة التحكيم أداء جيد متحكم فيه. ملاحظات الأحكام قالوا إلا الله لا نطيل في شدة اللام، رسول الله لا نطيل مد الواو كثيرا في السين، حي لا نجعل من الياء المشددة كالميم. الخلاصة، لأن طبعا اللجنة بتفصل كل شيء عشان ما حدش يطعن في حكمها. نتيجة الأحكام 55 في أحكام الأذان لديه، والصوت 60. يبقى هنا عبد المؤمن بن موسى حصل على 10 درجات في تصويت الجمهور. يبقى هنجمع درجاته، هنقول 55 أحكام و60 صوت و10 تصويت جمهور، يبقى مجموع درجاته 125 درجة. ده ثالث واحد يحصل على 125 درجة. نيجي للمتسابق إسماعيل عبد الوهاب بنور. وإسماعيل يعني رأيت أن الجمهور متحمس له، يعني تحمسا شديدا، وهو يستحق. إسماعيل عبد الوهاب بنور كان يؤذن بمقام الرصد طبقة دو. ملاحظات الأداء كما أوردتها لجنة التحكيم أداء حسن، رغم أن المتسابق كان يبدو عليه نوع من التعب مما أدى إلى التكليف، فأحدث ذلك بعض النشاز مثل عبارة أشهد أن لا إله إلا الله. ملاحظات الأحكام محمد رسول لا نطيل الشدة، لأن احنا عارفين أن التنوين لو جه قبل الراء بيبقى تنوين بغير غنة. حي لا نطيل الشدة في الياء. خلاصة الأمر نتيجة الأحكام 50 ونتيجة الصوت 55، يبقى 105. حصل على 25 درجة، أعلى درجة في تصويت الجمهور عبد الوهاب إسماعيل عبد الوهاب بنور. طيب هنجمع الدرجات بتاعته. مجموع درجاته أحكام 55 وصوت درجاته 50 أحكام و55 صوت و25 تصويت جمهور، يبقى مجموع درجاته 130 درجة من 150. طيب بناخد منها ايه؟ بيكون إسماعيل عبد الوهاب بنور هو الحاصل على المركز الأول في المسابقة المصرية الجزائرية، ويكون بلجنة محمد أمين الحاصل على المركز الخامس بمجموع 95 درجة. إنما إسماعيل عبد الوهاب بنور حصل على 130 درجة. طيب أصبح لدينا 3 متسابقين متساوين في الدرجات، مجموع كل منهم أو مجموع كل منهم 125 درجة. طب هم علي زين الدين الأطرش والسيد لشيب حكيم وعبد المؤمن بن موسى. أرجأنا نتيجة هؤلاء الثلاثة مرة ثانية للجنة التحكيم بقيادة الشيخ محمد الشريف أو محمد الشريف،
القارئ المصري ومعاه لجنة التحكيم المصرية لتفصل بين هؤلاء الثلاثة المتساوين في 125 درجة. فكان الحكم كالتالي: عبد المؤمن بن موسى كان هو صاحب المركز الثاني، وعلي زين الدين الأطرش كان صاحب المركز الثالث، والسيد لشيب حكيم حصل على المركز الرابع. طيب، بناء عليه أو خلاصة الأمر يعني يكون تصنيف الفائزين في مسابقة الدقنوة الجديدة لأفضل مؤذن بالنسبة للإخوة الجزائريين، لأن الإخوة المصريين أخي جاسم محمد سيعلن نتيجتهم. بالنسبة لهم هيكون المركز الأول إسماعيل عبد الوهاب بنور، وحصل على المركز الثاني عبد المؤمن بن موسى، وحصل على المركز الثالث علي زين الدين الأطرش، وفي المركز الرابع السيد لشيب حكيم، وفي المركز الخامس بلجنة محمد أمين. طبعا دي نتيجة لجنة التحكيم، يعني والله الخمسة دول أعيوا لجنتي التحكيم، ماهيش لجنة واحدة. فأنا عاوز الكل يكون راضي عن هذه النتيجة. قلنا ال 45 مؤذن الجزائري إخوة لية أحباء، لا يغضب أحد، وأنا عاوز الكل يسامحني وإحنا بننهي المسابقة. بالنسبة للتكريم، الأخ جاسم محمد سيتولى تكريم الإخوة الجزائريين. الأخ جاسم محمد ومعاه الأخ لطفي بن نجيم من ولاية مسد غانم. يعني بشكرهم الاثنين، بشكر الأستاذ لطفي بن نجيم الإذاعي السابق، وأيضا زوجته الدكتورة الصحفية بالإذاعة الجزائرية، ربي يبارك فيها ويحفظها. وبشكر الأستاذ أو الشيخ جاسم على المجهود العظيم الذي بذله معي. طبعا فيه تنسيق بيني وبين الأستاذ لطفي بن نجيم والأستاذ أو الشيخ جاسم محمد في تكريم الإخوة الجزائريين. الجوائز بتاعت حضراتكم الأخ جاسم يعني طمأنني وقال إن هو ما شاء الله الجوائز أكثر ما كنت أظن. هو الذي سيعلنها وهو الذي سيحدد يوم التكريم. قلت أن كل من اشترك معنا فائز إن شاء الله. بالنسبة لنتيجة الإخوة المصريين، الأخ جاسم محمد سيعلنها، لأن زي ما قلت لجنة التحكيم المصرية ستتولى الحكم في المؤذنين الجزائريين، ولجنة التحكيم الجزائرية ستتولى الحكم في الإخوة المصريين. ربي يبارك فيكم ويحفظكم. إن شاء الله نستعد للمسابقة القادمة، وهي في تجويد القرآن الكريم، مسابقة للرجال ومسابقة للنساء والفتيات. محدش يزعل مني، الكل يسامحني، وأنا والله لا أحمل في قلبي حقدا أو زعلا أو حزنا من أي أحد، حتى من أغضبوني ومن أساءوا إلي ومن اتهموني بالكذب والنفاق، يعني أسامحهم لوجه الله. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم. أخوكم جمال الدقناوي من جمهورية مصر العربية.